يا ويلي يما قلبي. شوفوا اختي ايش بدها تحضر. يا سلام، باتشا وين؟ حشوتنا جاهزة. حشوة الباتشا هي تمن ولحم، اكيد مو لحم مفروم، لحم انتو تقطعوه بايدكم، وملح وفلفل اسود وثوم، واللي يريد يخلي تشيلي فليكس يقدر يخلي شوي همينة. هنا عندنا الكبايات جاهزين ومنظفين، والممبار صار جاهز. نبلش نحشي الممبار، هي اوريدي مقلوبين. هسه نفوت شوية من فوق ونبلش نحشي. وعلى فكرة الحشوة اختي تحب تخلي بيها بصل همينة، سو تخلي بصلاية واحدة هيك تطلع اكثر لينة ويانا الحشوة. عرفتوا شلون؟ هيك نكون حشيناها. خلصت تحشاية الممبار. انا اختي قاعدة تخيط الكبايات على مود نحشيهم. انا عندنا الرجلينات كراعين وشنو عندنا هنا؟ لسان. هسه صار وقت نحشي الكرشات الكبايات. خيطناهم كلهم هيك، اختي خيطتهم. نخلي شوية هذولا ما لازم نحشيهم كلهم، اللي فوق نحشي تقريبا نص، لانه الرز راح ينفش جواها. وهسه نرجع نخيط بس بدنا so nice so cute so elegant مثلي يعني. والكبايات صاروا جاهزين. ذبينا الحمص واللحم على النار، وهنا ذبين افتحيها، هنا ذبين الرجلينات الكراعين على النار. شي راح ننزل الكرشات لانه ياخذون وقت اكثر بالطبخ. صار وقت ننزل الممبار. يا سلام يما قلبي، شايفين المنظر يوجع القلب. هسه ننزل عليهم ملح. اخر شيء ضللنا البصل نسويهم بس هيك بالنص، لانه ما نريدهم يتمرضون. اني بلشت ونسيتكم. اوه ماي جاد شوفوا الكرشة. طبعا اكيد ما تحلى بلا عصرة الحامض والبصل الاخضر. الكراعين شي واو، كولاجين. اي نعم كولاجين، طعم خيالي. والباتشا طلعت so good.